ليه ما نعملش سد في آخر نقطة في النيل يمنع مياه النيل إنها تترمي في البحر؟ ليه ما نحولش المية دي على الصحراء ونزرع بيها أراضينا اللي لسه ما استغلتش؟ ليه ما نخليش السد ده كمان مصدر للطاقة ونتوسع في توليد الكهرباء زي ما حصل في السد العالي؟ أسئلة كتير بتدور في ذهن أي حد بيشوف نهر النيل بيمشي المسافات طويلة ويوصل في الآخر للبحر، ويتهيأ له إن المية دي بتضيع علينا من غير أي استفادة. الفكرة على الورق شكلها عبقري، نحوش المية نزرع بيها الصحراء ونولد كهرباء، نحل أزمة المية والأمن الغذائي وحتى نقص الطاقة. لكن لما ندخل في التفاصيل ونفكر في الجغرافيا والهندسة والطبيعة والبيئة، هنلاقي إن الفكرة دي رغم بساطتها الظاهرية صعبة التطبيق، وممكن تسبب مشاكل أكبر من الفوائد اللي بتحلم بيها. وعشان كده لازم نطرح الأسئلة اللي محدش بيسألها: هل في مية فعلا بتضيع؟ وهل المكان يسمح هندسيا؟ ولو بنينا سد هيجمع مية كفاية؟ والمية دي هتنفع تستخدم؟ وهل في بدايل أرخص وأذكى؟ اللي جاي هنفكك فيه كل تفصيلة من الأسئلة دي، وهنكتشف ليه اللي شكله عبقري ممكن في الواقع يكون خطر كبير. يلا بينا نفتح أول باب في الكنز المدفون. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. أهلا بيكوا في قناة الحكاية كده، لأن كل قصة ليها صوت، أنت كمان ليك مكان. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وخليك معانا في كل الحكايات الجاية. ويلا بينا نبدأ، بس قبل أي حاجة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ناس كتير بتسأل سؤال بيبان بسيط في ظاهره، لكنه في الحقيقة أعقد بكتير من اللي الناس متخيلاه. ليه ما نبنيش سدود في نهاية فرعي دمياط ورشيد علشان نمنع إن المياه العذبة تروح البحر المتوسط؟ مش كده بنهدر مورد نادر؟ الفكرة شكلها عبقري، كأنك بتحوش المياه اللي بتروح على الفاضي. لكن لو بصينا على التفاصيل هنلاقي إن تنفيذ الفكرة دي مش بس صعب، لكن ممكن يسبب كوارث بيئية واقتصادية. بناء سد مش مجرد حاجز، ده مشروع ضخم محتاج دراسات جيولوجية وهندسية عميقة، وبيأثر على التوازن البيئي، وبيعتمد على طبيعة الأرض، سعة التخزين، وقدرة الدولة على التحكم والتصريف. كمان المشروع هيغير النظام الهيدرولوجي الطبيعي للنهر، وده هيأثر على النظم البيئية وعلى حياة ملايين البشر في الدلتا اللي بيعتمدوا يومياً على المياه دي في الزراعة والصناعة ومياه الشرب. أي خلل في التدفق أو التوزيع هيكون ليه أثر مباشر على الأمن القومي المائي والغذائي. إيه هي أسباب عدم جدوى بناء السد؟ أولاً، التصحر وتملح الأرض. الناس كتير بتفتكر إن التصحر معناه إن الصحراء بتمتد وتغزو الأراضي المزروعة، لكن الحقيقة إن التصحر في دلتا النيل بيبدأ بشكل خفي، وهو إن التربة تفقد خصوبتها بسبب التملح. وده بيحصل لما مستوى المياه الجوفية المالحة يعلى، أو لما مياه البحر تتسلل تحت الأرض وتبدأ تختلط بالمياه العذبة بسبب غياب المياه العذبة اللي كانت بتضغط عكس اتجاه البحر. في حالة بناء سد يمنع المياه من إنها توصل للمصب، هنفقد الجزء الطبيعي اللي بيمنع البحر من التقدم، وهيبدأ يحصل تداخل ملحي في باطن الأرض. وعلى مدى سنوات قليلة هتتحول طبقات التربة القريبة من السطح لتربة مالحة غير صالحة للزراعة، وده هيقلل من إنتاجية المحاصيل بنسبة ممكن توصل ل 40% في بعض المناطق. التملح مش بس بيأثر على الزراعة، لكن كمان على جودة المياه في المصارف والمسطحات، وده ممكن يهدد كامل المنظومة البيئية والاقتصادية في الشمال. وزارة البيئة كانت أعلنت سنة 2020 إن ما يقارب من 12% من أراضي شمال الدلتا مصنفة كمناطق مهددة بالتصحر بسبب تراجع ضخ المياه العذبة. ثانياً، غياب التضاريس. المنطقة الجغرافية المحيطة بمصبي دمياط ورشيد تعتبر منبسطة بشكل كبير، وما فيهاش منخفضات أو وديان طبيعية تقدر تجمع المياه بكفاءة. علشان نبني سد فعال لازم يكون في وراه منخفض طبيعي يتحول لخزان مائي، وده مش متوفر في شمال الدلتا. المنطقة هناك أشبه بصحن واسع مفرود، وبالتالي المياه هتنتشر أفقياً بدل ما تتجمع، وهتفقد جزء كبير بالتبخر والتسرب. ولو حاولنا نعمل خزان صناعي هنضطر نستخدم سواتر ترابية وحوائط خرسانية بمئات الكيلومترات، وده في حد ذاته تحدي هندسي ومالي. كمان هنضطر ننقل أو نزيل قرى وأراضي زراعية علشان نفضي مساحة التخزين،
وده قرار سياسي واجتماعي صعب. الدراسات اللي اتعملت في معهد التخطيط القومي أشارت إن تكلفة تجهيز تضاريس شمال الدلتا لاستيعاب خزان صناعي تفوق 60 مليار جنيه قبل ما نبدأ في السد نفسه. ثالثاً، طبيعة التربة الطينية. التربة الطينية المنتشرة في شمال الدلتا من أكتر أنواع التربة اللي بتصعب تنفيذ مشروعات هندسية تقيلة زي السدود، وده بسبب إنها تربة مش متماسكة، سهل تتشقق وتنهار، وكمان قابلة للضغط، وده معناه إن أي بناء فوقها بيغوص أو يتزحلق مع الوقت. علشان نبني عليها منشآت تقيلة لازم تقويتها بعمليات معقدة زي الحقن بالأسمنت أو إنشاء خوازيق عميقة. المشكلة كمان إن التربة الطينية بتمتص المية بسرعة، فحتى لو السد اتبنى جزء كبير من المية هيتسرب من خلال التربة، وده مش بس هيفقدنا جزء كبير من المية، لكنه كمان هيعرض القرى المجاورة لخطر انهيار التربة، وده حصل في تجارب مشابهة في دول تانية زي بنجلاديش والهند. التقارير الصادرة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بتأكد إن أي محاولة لبناء سدود على التربة الطينية في شمال الدلتا لازم تسبقها عمليات تقوية معقدة هتكلف أضعاف تكلفة السد نفسه. رابعاً، خطر غرق الأراضي. تراكم المية خلف السد بدون وجود نظام تصريف دقيق وسريع ممكن يؤدي لغرق آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية، خصوصاً في موسم الشتاء اللي بيزيد فيه منسوب المية بسبب الأمطار. القنوات والمصارف الزراعية في الدلتا مش مجهزة لاستيعاب زيادات كبيرة في المية، والسد هيزود الضغط عليها، وده هيؤدي لانفجار أو انهيار بعض الترع. في المناطق السكنية القريبة من المصب زي عزبة البرج ومدينة رشيد، ارتفاع منسوب المية ممكن يهدد المنازل والبنية التحتية، خاصة إن أنظمة الصرف هناك مش مهيئة لكميات مية ضخمة. سنة 2015 بعد موجة أمطار شديدة غرق أكتر من 3 قرى في كفر الشيخ جزئياً بسبب ضعف شبكة التصريف، فما بالك بقى لو في سد بيجمع المية ومفيش طريقة لتصريفها. التكلفة مقابل العائد. أي سد في منطقة طينية ومنبسطة زي شمال الدلتا هيحتاج منشآت ضخمة علشان يكون آمن، زي حوائط خرسانية عميقة، نظام صرف، ومرشحات للتربة. تكلفة الإنشاء لوحدها ممكن تعدي 100 مليار جنيه. كمان هتحتاج محطات رفع عملاقة علشان تنقل المياه المخزنة للاستعمال، وكمان محطات مراقبة دايمة. المياه اللي ممكن تتجمع في النهاية مش مياه نيلية صافية، لكنها غالباً مياه صرف زراعي أو مختلطة بأملاح وملوثات، يعني هتحتاج معالجة قبل الاستخدام، ومعالجة المياه المالحة مكلفة جداً وهتحتاج تقنيات متقدمة. التقديرات بتقول إن السد لو اتبنى مش هيجمع أكتر من 2 ل 3 مليار متر مكعب سنوياً، في حين إن تحلية الكمية دي من البحر بتكلفة أقل وبجودة أعلى ممكن تكون أفضل اقتصادياً. طب هل في بدائل أفضل؟ قبل ما نفكر في بناء سد جديد لازم نفتكر إن مصر مش عندها سد واحد بس زي السد العالي، لكن في شبكة ضخمة من السدود والقناطر والمنشآت المائية المنتشرة على طول مجرى النيل والترع الرئيسية. مصر عندها أكتر من 20 قنطرة بتحكم تدفق المياه زي قناطر إسنا، نجع حمادي، وقناطر زفتة، بالإضافة للقناطر الخيرية اللي بتوزع المياه بين فرعي دمياط ورشيد. السد العالي نفسه اللي اتبنى في الستينات بيحجز حوالي 162 مليار متر مكعب من المياه، وبيوفر حماية من الفيضانات والجفاف، وبيولد كهرباء، وبيمثل العمود الفقري للمنظومة المائية في مصر. لكن حتى السد العالي ورغم ضخامته مش كفاية لوحده، علشان كده الدولة بتعتمد على حلول متعددة ومتكاملة لإدارة المياه. طب مصر بتعمل إيه دلوقتي؟ مصر بتتجه حالياً لمعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي وعلى أعلى مستوى من خلال مشروعات زي محطة بحر البقر ومحطة الحمام. المحطتين دول مع بعض بيعالجوا أكتر من 13 مليون متر مكعب يومياً، وده بيوفر مياه تكفي الري مئات الآلاف من الأفدنة. التحلية بقت خيار استراتيجي خصوصاً في المناطق الساحلية، وبتستخدم تكنولوجيا متقدمة بتنتج مياه صالحة للشرب بدون التأثير على نهر النيل. مصر بتخطط توصل طاقتها من التحلية ل 8.5 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2030. الدولة نفذت أكتر من 10,000 كيلو متر من تبطين الترع، وبتحول أنظمة الري بالتنقيط والرش بدل الغمر. ده لوحده هيوفر حوالي 5 مليار متر مكعب سنوياً من الفاقد. الدولة بدأت تنفذ بوابات تنظيمية على بعض المصارف والمصبات بدل ما تعمل سدود صلبة. البوابات دي بتسمح بالتحكم في كميات المياه الخارجة، وبتمنع التملح، وبتحافظ التوازن البيئي. في النهاية، فكرة بناء سدود عند نهايات فرعي دمياط ورشيد ممكن تبان سهلة أو منطقية، لكن الحقيقة إنها غير عملية. مفيش تضاريس مناسبة،
التربة لا تتحمل، المخاطر البيئية جسيمة، تكلفة خرافية، والعائد لا يساوي المجازفة. الأفضل إننا نستمر في مشاريع ذكية بتعظم الاستفادة من كل نقطة مية، زي التحلية، المعالجة، والري الحديث. الاستدامة مش إنك تحجز المية، الاستدامة إنك تديرها صح وتستخدمها بأعلى كفاءة، وتحافظ على التوازن بين الإنسان والطبيعة. بس كده. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي، شكراً إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام.